الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما نيجي نتكلم عن القضية الفلسطينية ونتكلم عن موقف زعماء العرب، نشوف موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إيه بالظبط. طب ما تيجي نطلع نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. مصر، وانا بقولها لكل اللي بيسمعني، قدمت للقضية الفلسطينية للفلسطينيين، قدمت 100,000 شهيد، قدمت ده على مدى اكتر من 60 سنة. وده مش معناه ان احنا خلاص كده، لا والله، عشان خاطر اهلنا في فلسطين. ولغاية دلوقتي مفيش محفل ومفيش فرصة نتكلم الا بنقول فيها الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بمنتهى الوضوح مع كل الناس. صعب يعني برضو بعقولنا عشان نصل إلى السلام وإلى الأمان بشكل يعني لا يكلفنا الكثير، لا يكلفنا الكثير. ده مش معناه ان احنا مش عايزين نتكلف، لا، احنا بنقول احنا مستعدين نتكلف في إطار قدراتنا وفي إطار إمكانياتنا. احنا لم نسبب مشكلة لحد، بل بالعكس، احنا بنتكلم وعندنا 9 مليون من الضيوف، انا زي ما بقول، من دول كتير قوي جم هنا مصر عشان الامن والامان والسلم والسلام. لكن بالنسبة للقطاع انا بقول ان الخطورة هناك خطورة كبيرة قوي، لانها تعني تصفية القضية ديت، تصفية القضية ديت. فمهم قوي ان احنا نبقى منتبهين لده. انا قلت الاول الرقم والناس اللي موجودة واللي احنا استقبلناهم عندما كان الامر يتعلق بمشاكل يعني امنية في بلاد هؤلاء الضيوف يعني. انما الامر هناك مختلف. القضية دي قضية القضايا وقضية العرب كلها، ومهم ان شعبها يفضل صامد ومتواجد على أرضه، وإحنا هنبذل أقصى جهد عشان نخفف عنه. يا سادة، لزعيمها القوي صاحب القرارات الحكيمة، إنها مصر بجرائتها برئيسها القوي لن ننسى القدس، ولن يتهاون مع عدو يفكر إنه يدخل مصر. تحيا مصر بزعيمها ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر بالجيش والشرطة. تحيا مصر بشعب مصر العظيم. انتظرونا في لقاءات وإنجازات وقرارات أخرى.